أسعد الله أوقاتكم بالمسرات. متابعيني الغالين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدري والله أني تأخرت عليكم وابطيت عليكم، ولكن اعذروني اعذروني اعذروني. عندي لكم قصة اليوم. يقال أن فيه حنشولي أو حواف أو سارق، كل قبيلة تسميه باسم. الحنشولي هذا متعود تسلط على قبيلة بعينها، كل فترة وفترة يجي ياخذ منهم لهم ناقة ناقتين المتطرفة ويزبد، الين سبب استنفار امني في هالقبيله. اللي راحوا شرق جاهم من غرب، واللي راحوا غرب كمنوا له غرب جاهم من شرق. قال شيخ القبيله، قال لعن ابوكم، رجل واحد حنشولي واحد يسوي بنا هالسوايه، ما فيكم رجال، ما فيكم ذيب، ما فيكم بطل يمسك هالحنشوري. قالوا عجزنا عنه يا طول العمر، عجزنا، حاولنا عجزنا، كل شيء كل ما كملنا تعدى هالكمين اللي نكمل. وشلون هو معه جن؟ هو قال لا والله ما معه جن، ما معه الا قل نفعكم وفودكم. تدرون اللي يمسك لي هالحنشوري له 50 وضحى، الفلانياي الطيباي معروفاي. انا هالحنشولي علم علي وعلى قبيلتي اكثر من مرة، وما راح اسمح بان الوضع يستمر اكثر من كذا. قالوا وشن؟ قال 50 الوضحى الفلانياي بروحوا لهن تلوهن جايزة للي يجيب لي هالحنشولي. قالوا تم. الحنشولي جاءوا خبر ان هالشيخ هذا حاط عليه جايزة 50 وضحى. قال عاد والله لا اسرق هال50. يقول انتظر ياما جاءك الليلة، اكليلة البرد المدلهمة، اكليلة الظلمة اللي كله ضباب وثلج، اللي يقول لو تطلع ايدك ما تشوفه، برد. يقولوا يجي يا والله هالقبيلة كل اللابد ببيته وشاب النار، واللي بخيمته واللي مقطب من بيته ولابد، حتى الحراس متخبي. هو يروح بوجهه يما الوضح برساي قدام بيت الشيخ، هو يروح يمه مأمن ما فيها أحد، وهو يمسك عقال الرحول عفوا، هو يمسك عقال الرحول ويجي يبي يفك عقاله. يا والله هالشي ممسكه من هانا، يبي هرب يا والله يا ممسكه وارفعه فوق. يقول يا رجليه يقلل هاللون، يقلل يقلل يقلل. أذري عبد الشيخ، عبد الشيخ هذا هامة من الهواء، هو يجيبه ماسكه وينقله ويقول بهاللون وينزله ويفك حد الأطناب ومار أطناب بيت الشيخ، وهو يجيبه ويقعد يربطه بالطب، يربطه يزوي عليه يزوي عليه يزوي عليه، ويحطه على يديه من وراء يا ما ثبته مثلك الشرنقة خلاص، وهو يقرطه عند الطب. هذا ذبح والبرد مات مربط يديه ورجليه ومثني ومعكصه حاط الراس وعند ما ادري شلون، المهم انه رابطه ربطة طيبة. ذبح والبرد يبي تبدو ريته طلعت من البرد، يبي الحياة عجز. يقول يوم خذا ثري الشيخ هذا
عنده بنت مخبات أو خبية، عروس، يحطون له خيمة داخل بيت الشعر ولا تطلع إلا لقضاء حاجته بالليل. البنية هذه طلعت تبي تقضي حاجته والرجال مقروط والدنيا ظلمة ما تشوف شيء. أثريه جت عند خشته وهي يقول يا الرجال منصفر، يقول يوم جت والحرارة حرارة الماء ويفتح عينه يا والله البنية، قال أنا بوجهت وهي تنز وهي تقنز، بسم الله بسم الله بسم الله، وهي تهرب وهي تدخل البيت. خذت لها شوين وهي ترجع وهي تقف، قالت انت انس ولا جن؟ قال لا والله هلا انس. قالت وش بلاك هاللون؟ قال انا بوجهت. قالت دخلت بس وش بلاك؟ قال انا الحنشوري. قالت ايه من انت؟ قال انا الحنشوري. وش من عامل بك هاللون؟ قال العمل بعبدك، مسكن وربط العمل بهاللون. قالت خذ يا مقروط، انت الحنشوري اللي تحوف انا دايم، ابو حيك ما حد يقوى يدخلك، ابوي حالف ان الله يقطع راسك، تدري؟ خلك يقول هو تروح يا بنت الاجواء تكفين. قالت خلك محلك يا رجال، يا ما مت غديك تموت الحين ارحم لك من يقطع راسك ابوي. يقول راحت خذت لها شوين وهي ترجع. قالت شوف انا والله ان دخلت وانا تحسفت، لا ما اقوى ادخلك عن ابوي، ولكن بعطيك حل. قال وشو؟ قالت اذا ما مت، اذا جاء باكر وانت حي ما مت من البرد وتجمدت، افتر العبد يشب النار طلعت الشمس، وابوي يجي ويجلس بالشق بالرفة وهو الشقة، ويجيب له العبد وليد من البيت الفلاني هذاك، وليد له صغير عمره حول سنة أو سنة ونص، يجيبه يلاعبه الياما ياخذ له حول نص ساعة، وعقبه ياخذ الوليد ويوديه امه، يا والله القهوة جاهزة وكل شيء جاهز، ومن تبدا العرب اللي حولنا هذه كلها تجي يم ابوي تقهوى الصبح. قال ايه؟ قالت ترى اخر واحد يجي من له بيت شرق الديره اقصى الديره، ويجلس بجنب الوجار عند العبد ولد طويل ابيض، وجهه يم شقاق الحريم، يم هذا الرواق او الكاسر اللي بين شقاق الرجال وشق الحريم، يجلس ويحط وجهه يمنا. يا جلس انخو، قال يا وصلنا الحين ابوك ذابحا. قالت لا، العبد ما يحكي مع ابوي ليا ما يقومون كل الابو كل الجماعه. قال زين شو اسمه؟ قالت اسمه صايد. قالت يقول طلعت الشمس والرجال ما مات، ويشوفها يا والله شب النار العبد، وجالس الامير او الشيخ وجاب ولده يلاعبه، ورجع ولده وتجمعت الناس، وفعلا جاء هالولد اللي تذكر، يقول يوم جلس عند الوجار وهو يصيح، قال صايل يا صايل، أنا بوجهك يا صايل، أنا بوجهك يا صايل. يقول الولد شاش، هو يقمز وهو يخطف السيف معلق على العمود، هو يخطفه ويرسل السيف. قال دخلت وخاب طلابك، وين انت؟ قال هذا انا مربوط. قال الشيخ وشو هذا؟ وشو الدخيل هذا؟ وشو اللي يصيح باسمه؟ قال العبد هذا الحنشولي يا عمي، هذا الحنشولي مسكته البارح يبي يفك الرحول حقت ال50 يبي يسرقهن، وربطته بالطم، فكيت حد اطناب البيت وربطته ورميته.
قال له ما علمته. قال والله يا عمي أنت معودا ما علمك اليوم تقهوى وتقوم الناس. قال الولد صاير، قال دخلت. قال لا ما دخل. قال والله انقطعت دخالتي يا شيخ اني لا اقطع راسك. الرجل دخل. قال الله يلعنك، الله يكفينا شرك، خذ دخيلك وانزل. يقول هو يجي ويحط السيف بهذا ويدخل والله، يقول يقطع الحبل. قال قم. يقول وياخذه ويوديه الخربوش. يا والله الخربوش بهله عجوز ام هالولد اللي قال له صاير، وعنده داخل ناقة فاطر بارته كبيرة. هو يشب النار. قال وش عندك انت، وش جايبك، انت مجنون تسرق ال50 وعند بيت الشيخ. قال والله ما ادري، خيل لي هالشيطان اني ابسرق هالجائزة. قال انت وش ادراك اني صايل، وش من اللي قال لك ادخل بوجهي؟ قال اللي قال لي البنت الخبية. السالفة صارت هاللون وهاللون وهاللون. قال إيه دخلت، عز الله انك دخلت. قال الا بسألك انا ايش بينك وبينه؟ البنت هذه عشقتك وانت تجلس على الوجار علشان طالع عليها، صحيح؟ قال صحيح. قال ليه ما تاخذه؟ قال ابوه عي يجوز، ابوه يبي له واحد تاجر وانا رجال ما عندي الا هالفاطر هاللي حاطينه داخل البيت على البرد لا تموت، ولا عندي الا هالعجيز. قال ايه. قال الحين وش تبي الدخيل؟ قال ابيك تعطيني المهربات 3 تكفلا لي ما بعد. قال لا اعطيك المهرباء واعطيك الناقه، ولكن اصبر شوي لما تسخن الشمس لاجل اقدر اقوم. يقول يوم سخنت الشمس ويرفع يقعد يرفع ويرفع ويعاونه يا موقفة فاطر يا الله تمد رجلي. قال شوف لا قطعتك ديرتنا وصلت ديرتك، بس انزل وخله هي ترجع. قال زين. هو يرتب عليه ويروح. اثريه ما ابعد، اثريه خذاله شوين حزم او حزمين، وهو يقوم وهو يعقل الناقه وهو يجي كم غابت الشمس. وين هالمرة؟ راح يم الوليد اللي عند المراه وهو يخطفه، وهو يجي عند الناقه وهو يشب النار وهو يجلس اللي يحط. طبعا قاموا هالعرب الصبح، قام العبد بيجيب الوليد يلاعبوا ابوه. يا والله هلم تصيح ولدي 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 وين راح، ولدي وين راح، ولدي يا ولدي ولدي ولدي، لعن ابوك ما الولد وينه. قص والاثر يا والله هذا اثر الحنشوري. قال شوف يا صايل، شوف يا صايل ان الحرامي ما يتوب، فكيته وراح فكيته. قالت شوف شوف يلا قصوا ذروا يلا امسكوه لا يبعد. يقول مشوا يا مجو. يا والله هذا الحنشولي برسن الناقة وحاطن الوليد بحضنه وحاطن قديمي على الوليد. قالوا ليه اللون؟ قال انا ماني ذابح على الولد، ولكن ابي الشيخ يجي هنا ويجي معه 2 من كباركم ويجي صايل وعقبه اتفاهم انا وياه. رجعوا يم الشيخ قالوا لقينا ولدك حاطن القديمي على صدره، يقول يا ما يجيني الشيخ وصايل. يقول هو يجي الشيخ وهو يجون كبارية معه وهو يجي صايل. قالوا ليه تبي بالوغد؟ اطرق الوغد اطرق الوغد. قال اطلقوا بشرط اول شيء عهد الله ومانه انكم ما تعرضون. قالوا عليك عهد الله ومانه. قال الثانية تعطوني 50 وضحى.
قالوا لك 50 بس اترك الوغد. قال الثالثة تجوزون صايل، تجوز صايل بنتك يا شيخ ولا بحط هذه بسبت وبخلص. قال وش علاقتك ببنتي وش علاقتك بصايل؟ قال صايل فكن وادخلا وانا برد معروف. يتلافتون قالوا واذا ما نفذنا؟ قال اذا ما نفذتوا هالقديمه بحطوا بسبته وانا خل اذبح. قال الشيخ تب علي عهد الله ومانو. قالوا علي عهد الله ومانو. جوزوا هالحين قدام هالشهود. قال ترى جوزتك يا صايل وعطيته 50 بس خلوا يفك ولدي وخذوه هاتوا معك. يقول هم يعطون الوغد الشيخ، هم يقومون الذلول هالفاطر يلا قوموه. هم يجون قال صاير ليه تعمل هالعمل؟ ليش تسوي هالسوات؟ قال بجوزك برد معروفك. هو ياخذوا يم البيت وهم يجيبون الرحول يسلمون الحنشوري بال50. قال هذه مهرك يا صاير ترى الله عطاك اياها. قال عطاني اياها انا؟ قال يوم الله سبحانه وتعالى سخرك ووفقتم باني اخذ هالبنت. لا والله ما بي منهن شيء. قال اجل نقسمها. قال تم. يقول هم تقاسمون كل واحد ياخذ 25 هو يطلع الحنشولي من وسطهم معه 25 وضحى يغني يهيج وصايل معه البنت حبيبته. هذه قصتنا لليلة. أتمنى أن تحيز على إعجابكم ولا أنسى الطلب المعتاد وهو ذكر الفائدة من هذه القصة أو الملاحظات على هذه القصة في التعليقات. والسلام عليكم. أخوكم عمر الباحث.